مرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم سنتحدث عن 3 أدوات ذكاء اصطناعي مجانية يوصي بتجربتها في عام 2025. هذه الأدوات مصممة لمساعدتكم في حياتكم اليومية، سواء في العمل أو حتى أثناء الدراسة. لنبدأ مع الأداة الأولى، ChatGPT Deep Research. هذه الأداة تتيح لك إجراء بحوث عميقة، حيث يمكنها البحث في مواقع متعددة وتجميع المعلومات بأسلوب منظم يشبه إعداد التقارير. بذلك لن تضيع وقتك في البحث الطويل، بل ستحصل على خلاصة دقيقة ومفيدة لموضوعات مثل التجارة الإلكترونية أو الصحة. الآن دعونا ننتقل إلى الأداة الثانية، Perplexity Comet. هذا ليس مجرد متصفح عادي، بل يحتوي على ذكاء اصطناعي يساعدك في الحصول على إجابات مباشرة ومنظمة. إذا كنت تبحث عن معلومات أو أخبار، ستحصل على النتائج بسرعة وبدون عناء. وأخيراً، لدينا Copy AI، الأداة المثالية لصانعي المحتوى. سواء كنت مدوناً أو ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأداة تسهل عليك كتابة المقالات والسيناريوهات بطريقة سريعة وفعالة. لكن تذكر، من المهم دائماً مراجعة المعلومات وإضافة لمستك الشخصية. جرب هذه الأدوات الآن واستمتع بتوفير الوقت. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك السلام عليكم إخوتي ومرحبا بكم من جديد. فهذا الفيديو الجديد ديالنا اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي صراحة كيبان عادي، ولكن راه مهم بزاف وغادي يغير ليك الطريقة اللي كتخدم بها فالانترنت وكتتعامل بها مع المعلومة، وهو أفضل 3 أدوات ديال الذكاء الاصطناعي المجانية اللي خاصك تجربها. في 2025 هذه الأدوات ماشي غير باش تستمتع أو تدير بيها شوية تجارب، ولكن تقدر فعلا تعتمد عليها فالخدمة اليومية ديالك، سواء كنت طالب كتقرأ محتاج دير بحوث وتقارير، سواء كنت موظف كتحتاج توفر وقتك وتنظم الخدمة ديالك، ولا حتى إذا كنت صانع محتوى وباغي تولد أفكار وتكتب نصوص بسرعة وبطريقة احترافية. اليوم غادي نوريك كيفاش كل أداة تقدر تغير ليك حياتك اليومية، وغادي نضرب ليك أمثلة واقعية ونوريك حتى الطرق باش تستفيد منهم مزيان. أول حاجة خليني نقول لك واحد السر صغير: الناس اللي عرفوا يستغلوا الذكاء الاصطناعي قبل ما ينتشر بقوة هم اللي ربحوا بزاف، سواء بالفلوس أو بالوقت، لأن الذكاء الاصطناعي ريه ماشي بديل للعقل البشري، ولكن هو مساعد قوي كيخلي الخدمة أسهل بواحد الشكل اللي ما غاديش تصدقوا حتى تجربوه بنفسك. اليوم غادي نشارك معاكم 3 أدوات، ولكن فكل واحدة غادي نهضر بالتفصيل كيفاش تخدم بيها. غادي نوريك سيناريوهات واقعية اللي ممكن تديرها انت دابا، وغادي نجاوب حتى على بعض الأسئلة اللي كتجيني بزاف من المتابعين، بحال واش الأدوات مجانية فعلا، واش النتيجة مضمونة، واش ممكن تعتمد عليها. فشي مشروع كبيري، خليكم حتى للآخر لأن الأداة الثالثة غادي تعجب خصوصا صانعي المحتوى والمدونين، وغادي نوريكم حتى بعض الأسرار باش تستعملوها بطريقة أذكى. الأداة الأولى شات جي بي تي ديب ريسيرش. ندخلوا دابا للأداة الأولى اللي هي شات جي بي تي بالميزة الجديدة ديال ديب ريسيرش، حيث بصراحة بزاف ديال الناس كيستعملوا شات جي بي تي، ولكن غير فالأمور البسيطة بحال يجاوبهم على سؤال صغير ولا يعطيهم نص قصير ولكن قليل. اللي كيعرف انه في 2025 زادوا فيه خاصية البحث العميق. شنو كتدير هذه الخاصية؟ كتخلي شات جي بي تي يخرج للويب، يقلب من مصادر حقيقية، يجمع المعلومة كاملة ويرجعها ليك منظمة بحال واحد التقرير الاحترافي. مثلا واحد طالب كيقرأ الاقتصاد وباغي داير بحث على التجارة الإلكترونية، فإفريقيا غادي ياخذ ليه هذه الميزة، مقالات ودراسات رسمية ويعطيها ليه، فملخص مرتب مع المراجع. واش كتشوف القيمة؟ بلا ما تبقى انت 3 أيام تقلب على مقالاته واش تقدر تستعملها إلا كنت يوتيوبر أكيد. مثلا باغي داير فيديو على الربح من الانترنت، غادي يجيب ليك أفكار ترندي حالية من مقالاته ومنتديات ويعطيها ليك كلها ملخصة. وهنا الفرق ان الفيديو ديالك ما غاديش يكون عشوائي، ولكن مبني على معطيات حقيقية. وأنا صراحة جربتها مرة باش نلقى معلومات على الشركات اللي داخلة فمجال الذكاء الاصطناعي. فالمغرب عطاني قائمة كاملة مع المصادر ديالها، حاجة اللي لو كان قلبت عليها بنفسي غادي نضيع وقت كبير. النصيحة ديالي هي استعمل هذه الأداة باش توفر الوقت في الخدمة اليومية، ولكن ما تنساش ديما تراجع النتيجة وتزيد اللمسة ديالك الشخصية. الأداة الثانية Perplexity Comet Ndozo.
دابا للأداة الثانية اللي هي بيربلكسيتي كوميت. هذا المتصفح ماشي عادي بحال كروم ولا فايرفوكس، هو متصفح مدمج مع الذكاء الاصطناعي كيخليك تسول أي سؤال وهو يعطيك جواب منظم ومختصر مباشرة. تخيل معايا واحد كيتصفح الأخبار كيبغي يعرف الجديد على الذكاء الاصطناعي، ماشي ضروري يمشي من موقع لموقع ولا يضيع الوقت، يكفي يسول المتصفح ويعطيه الخلاصة. مثلا كتبتي آخر أخبار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 2025، غادي يجيب لك لائحة بالمواضيع المهمة وحتى المقالات الأخيرة اللي خرجات ويعطيك زبدة ديالها. والحاجة اللي زوينة فيه هو أنه حتى إلى دخلتي لمقال طويل كيعطيك ملخص فثواني بلا ما تقرأ 10 صفحات هنا، كتوفر بزاف ديال الوقت خصوصا للطلاب والباحثين. خليني نحكي لكم تجربة شخصية. مرتي كنت باغي نعرف شنو وقع في القانون الجديد ديال حماية البيانات. في المغرب دخلت لمقالات طويلة ولكن عبر بيربلكسيتي كوميت لخصها لي في 3 دقائق وعطاني النقاط الأساسية بلا صداع. راسي واش تقدروا تستعملوه إلا كنتوا صانعي محتوى. طبعا تقدر تولد منه أفكار للفيديوهات اليومية، تجيب ملخصات للأخبار وتقدمها للناس على شكل محتوى خفيف وسريع. الأداة الثالثة كوبي توت اي اي. ندوزو دابا للأداة الثالثة واللي غادي تعجب صانعي المحتوى بزاف، وهي كوبي توت اي اي. هذا الموقع هو فعلا آلة ديال الأفكار والكتابة، كيعاونك تكتب مقالات كاملة، عناوين قوية، أفكار للبوسطات ديال انستغرام وتويتر وحتى سكريبتات للفيديو. تخيل معايا انك باغي تحضر فيديو بحال هذا اللي كتشوفه دابا وما عندكش وقت تبقى تكتب من الصفر كتدخل غير الفكرة للموقع، وهو يعطيك نسخ متعددة تختار منها اللي عجباتك وتزيد تعدلها بطريقتك. أنا شخصيا جربته باش نكتب بعض الإعلانات ديال منتجات رقمية، صراحة وفر عليا وقت كبير وكان المحتوى اللي عطاني مقنع بزاف. الحاجة الجميلة أنه مجاني بنسبة كبيرة إلا بغيتي غير تستعمله فالأمور الأساسية، لكن إلا بغيتي تستغله فالمشاريع الكبيرة ممكن تدفع على النسخة المدفوعة. إذن إخوتي هادو هم أفضل 3 أدوات ذكاء اصطناعي مجانية في 2025. كنأكد ليكم إلا جربتوهم غادي تكتشفوا عالم جديد وغادي تربحوا بزاف ديال الوقت والطاقة. شاركولي في التعليقات شنو الأداة اللي شدت انتباهكم أكثر وشنو الاستعمال اللي ناويين تديروا بيها، وإلا اللي تعرفوا أدوات أخرى زوينة كتبوها لي باش ندير عليها فيديو. وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس حيث عندي ليكم فيديوهات جاية اللي غادي نشرح فيها استراتيجيات باش تستغلوا الذكاء الاصطناعي في المشاريع ديالكم وتزيدوا تطوروا راسكم. شكرا بزاف لمشاهد بزاف الناس اللي كيتصفحوا بزاف. أما الأداة الثالثة فهي كوبي دوت اي، وهذا الأداة موجهة خصوصا للناس اللي كيكتبوا محتوى سواء في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا حتى في المدونات. هذا الموقع كيعاونك تكتب مقالات، عناوين، أفكار لمنشورات وحتى سكريبتات للفيديو بحال هذه اللي كتشوف دابا. تقدر تولده بسرعة بلا ما تضيع وقت كبير كتدخل العنوان ديال الموضوع، وكيعطيك أفكار وصيغ مختلفة. والأجمل إنه مجاني لحد كبير. اللي خاصكم تعرفوا هو إنه هذا الأدوات الثلاثة يقدروا يغيروا الطريقة اللي كتخدموا بها يوميا، حيث كيختصروا عليك بزاف الوقت. مثلا بدل ما تبقى ساعتين كتقلب وتكتب تلخيص، شات جي بي تي ديب ريسيرش يديرها في 5 دقائق. وبالنسبة لبربلكسيتي كوميت غادي يختصر ليك البحث أثناء التصفح. وأخيرا كوبي آي غادي يسهل عليك الكتابة والتفكير. وما نساوش حاجة مهمة، هو أن استعمال هذه الأدوات خاصه يكون بذكاء ماشي، غير تستعمل وتقبل أي حاجة تعطيك. بالعكس خاصك دائما تراجع وتضيف اللمسة الشخصية ديالك باش يكون عندك محتوى مميز. إذن هادو هم أفضل 3 أدوات ذكاء اصطناعي مجانية في 2025 اللي كننصحكم تجربوهم دابا بلا تردد. شاركوني في التعليقات شنو الأداة اللي عجباتكم أكثر، وإلا عندكم شيء اقتراحات لأدوات أخرى جربتوها وبانت ليكم زوينة. وما تنساوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، حيث في الفيديوهات الجاية غادي نشارك معاكم أسرار وخدع باش تستغلوا الذكاء الاصطناعي فالخدمة ديالكم وتطوروا راسكم. شكرا بزاف لمشاهدة ديالكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي